يا جماعة هو أنا لوحدي اللي واخدة بالي إن معظم الرجالة مش شايفين إن الست بتتعب، ومعظم الرجالة شايفة إن هما بس اللي بيتعبوا لمجرد إن هما بيصحوا بدري وبينزلوا يروحوا الشغل، أيا كان بقى ايه وضع شغلهم، بيتمشوروا، قاعدين على مكتب، بيعملوا أي حاجة، هما بس اللي بيتعبوا. إنما الست اللي طالع عينيها في البيت بتطبخ وتكنس وتخلي بالها من عيالها وتودي مدارس وتودي دروس وتودي تمارين، وبتعمل 200 حاجة في وقت واحد، وأحيانا كمان بتبقى بتشتغل. لأ، هي ما بتتعبش، هي بتعمل ايه يعني؟ بتعمل ايه؟ تصحي العيال الصبح وتديهم مدرسة، وتعملي لي فطار، وتنزلي تروحي شغلك، وترجعي ما بتجيبي العيال من المدرسة وتوديهم تمارين أو تذاكري لهم و... وتعملي الأكل، وتغسلي مواعين وتروقي وتظبطي الدنيا. ايه يعني اللي بتعملي؟ وما بقى الست تطلب أي مساعدة في الحياة، بس أنا تعبان، بس أنا مش قادر. اللي هو ايه؟ انت ايه؟ معلش، تعبان. واللي صاحية من الصبح دي وما نامتش غير ساعتين 3 على بعض بتواجه الحياة بيهم ايه؟ اللي صحيت من بدري عملت لانش بوكس وودت وركبت العيال باص وعملت ونزلت الشغل وي ورجعت كملت حاجات في البيت تاني ايه؟ ولا بقى اللي عندهم بيبي ونوم متقطع وعندهم شغل وأولاد بيروحوا مدرسة، دول حاجة تاني بقى، دول ليفل تاني اسألوني أنا عنه. ليه انتوا كرجالة شايفين ان الست ما بتتعبش، مع ان شغلها في البيت حتى لو مش شغالة برا، شغلها في البيت اصعب مليون مرة من شغلها برا البيت؟ ولو معاها بيبي والله العظيم بتتعب جدا جدا جدا. كفاية بس ان يعني بتبقى هنا وهي بتلف حوالين البيبي طول اليوم عشان تحميه من المخاطر. بس ترجعوا تقولوا ايه؟ انتي بتعمليش حاجة، سيبي الموبايل بقى شوية. النبي راعوا الست شوية يا جماعة، راعوها شوية، مش ان هي بقت هنا.